حضرتك لما حبيت يعني تظبط الدنيا عندك وتخلي البلد تنهض، هي البلد على دماغنا والشعب السعودي على دماغنا كله، اذا كان السعوديه واي بلد عربيه انتوا على دماغنا. بس انا بخاطب شخص واحد بس. جبت مخرجين مصريين وجبت مطربين مصريين وجبت ممثلين مصريين، عملوا لك افلام والافلام دخلت العالميه، وعملت حفلات هناك واقمت حفلات، واللي اقاموا لك الحفلات كان متعاقد حفلات ناس مصريين، وانت حضرتك اللي كنت بتصرف، وجبت ناس مطربين عملوا لك حفلات. الدنيا بقت حلوه. فمش عارف هي ايه مشكلتك مع مصر؟ ايه مشكلتك معانا؟ ليه دايما حاطط مصر ديت اللي هي اقل حاجه؟ ليه انت شايفها حاجه صغيره مع ان هي حاجه كبيره وانت تعلم بذلك؟ بس دي بقى مشكله بينك وبين نفسك. معرفش بقى كان في يعني المشكله دي كانت سببها زمان وانت صغير، كان في مشكله مع حد بينك وبين حد مصري عشان انت تحط مصر، او انت شايف مصر قد كده؟ لا يا فندم، انت لو شايف مصر قد كده عشان انت معاك فلوس، فلوسك دي بعد احترامي لاي حد تحت جزمتنا، فلوسك تحت جزمتنا خلاص. فانت ما تحطش مصر اللي هي قد كده وتيجي تقول نسبه الاميه عاليه ومش عاليه. لا يا حبيبي، في كل بلد في نسبه اميه، بس احنا بلد العلم والعلماء، احنا بلد الازهر الشريف، احنا بلد الحضاره المصريه. مش هاجي اقول لك بقى 7000 و8000 و10000، احنا بلد الحضاره. تمام، احنا الفراعنه، لينا حضاره ولينا اجداد ولينا تاريخ. خلاص، حاجات كتيره، عندك علماء، عندك دكاتره، وانت تعلم بذلك اللي معظم الدكاتره اللي في مصر موجودين عندك هناك في السعوديه. يعني مصر بتنتج دكاتره اطباء، تمام، وبيطلعوا هناك في السعوديه بينموا البلد هناك. مهندسين مصريين هناك، عمال مصريين عايشين هناك وشغالين هناك. فاصبح ان البلد ناميه. من غير المصريين انت مش هتبقى المستشار، ومن غير المصريين مش هتبقوا انتوا عايشين في حياه مرفهه وحياه نزيهه. واحنا هنا في مصر في ناس عايشه حياه مرفهه وحياه نزيهه، بس احنا كتير قوي. اجيبها لك من الاخر، احنا بالملايين، احنا شعب كتير. فعشان كده هتلاقي الواحد فينا مش شدة الزحمه هنا والتعدد السكان والزحمه اللي احنا شايفينها، فمعظم الناس بتطلع بره. انا واحد من الناس ما فكرتش ان انا اسافر السعوديه اشتغل فيها. نفسي اطلع اعمل عمره، بس ده اللي انا اتمناه، لكن اشتغل فيها ابدا. ما فكرتش ان انا اسيب بلدي واطلع اشتغل في اي حته. فانت حضرتك يعني ما تحطش مصر اللي هي كده. لا، يا مصر مش كده، مصر كتيره قوي وكبيره قوي. احذر من غضب الشعب المصري.